لو هتقتني جهاز كارديو واحد بس عندك، سواء كان في صالة الجيم بتاعتك او في الكروسفيت اريا او حتى في بيتك، هنصحك بجهاز الاير بايك. تعالوا نشوفه. الاير بايك من اسيريت هوم، من احدث الاجهزه اللي موجوده حاليا في السوق كاجهزه الكارديو، اللي هتساعدك جدا ان هو يزود الكارديو انديورنس عندك بشكل كبير. يلا نشوف الداتا اللي فيه عامله ازاي. الجهاز فيه كل حاجه بشكل ديجيتال زي ما احنا ما شايفين، وكمان السيستم الانترفال. يعني ايه؟ يعني جزء عالي الشده، شويه من التمرين بتاعك يبقى عالي الشده وشويه يبقى قليل الشده. ده بيساعد الناس جدا انها تحسن الكارديو فاسكولار سيستم عندها، زائد كمان انه بيحسن من ان انت مع الوقت تقدر تستحمل اكتر، تجري ماراثون اسرع، تقدر تقعد تتمرن اطول، وهكذا. ممكن انت الجهاز نفسه يبقى محدد لك الانترفال دي، او انت تحددها. ممكن تظبطه بتايمر، ممكن تظبطه بالمسافه، او ممكن كمان تظبطه بالكالوريز اللي انت عايز تحرقها، وكمان تظبطه بالتارجت هارت ريت بتاعك. في ناس بتبقى مش عايزه تعلى مثلا عن ال 70% هارت ريت على حسب شده التمرين اللي هي عاملاها. يلا نشغله مع بعض. الحقيقه ان انا عمري ما جربت الاير بايك وهجربه معاكم دلوقتي. الكرسي بارد قوي، الكرسي ممكن نظبطه على حسب طول الشخص تقريبا. الفان دي كبيره قوي، لما بنيجي نحرك الجهاز بتشتغل. عايز اشوف بقى الهواء اللي بيخرج منها. هنقعد بقى كده على الاير بايك، نحط رجلينا. على فكره انا مش محبين العجل عامه، يعني انا لو قلت لي العبي كارديو مش هطلع على العجله في الجيم. بس التجربه دي مختلفه شويه. بصوا الهواء بيطلع من كل ما الشده زادت الهواء بيطلع من الفان، سامعين الصوت؟ فانا حاسه ان هو بيطلع لي هواء، فحاسه ان انا مفيش الحته دي بتاعه الكارديو، فهو الدنيا سهله. طبعا هو في حته كده من الار بي تراك اللي هو انت بتحرك فيه كل جسمك، رجلك وايدك وظهرك طبعا، لان انت بتحرك ايدك، مفصل ايدك كله بيتحرك قدام. حاساها تجربه لطيفه. في الاخر يا جماعه الاير بايك موجوده في اسيريت هوم 24000 انور المفتي، او اطلبوها من على الويب سايت بسرعه في www.asirithome-eg.com.